وسط ميدانها من الثلاثي مصالة بن شعيرة، ديب إبراهيم وطاهر فتح الله، عبد النور بالحوسيني، طمين منذر. هم ثلاثي الهجوم، هم رجال الخط الأمامي في تشكيلة السياسي أمامكم. محور في تشكيلة المولودية الوهرانية في وسط الميدان بالثنائي، ثنائي الارتكاز بن عمارة عبد الحفيظ ظهار مروان، أمامهما جوبة عقيب في صناعة اللعب. وسط ميدان يمين مطراني زبير، حط الرحال بوهران بألوان فريق مولودية وهران هذا الموسم. تنطلق هذه المباراة مشاهدينا الأفاضل، البحث عن الثغرة، عن المنفذ. الكرة تلعب جهة اليسار، انطلاقة وهرانية عن طريق معمر شاوش، محاصر بلاعبين، يجد الحل، يلعبها مع عليان. تأتي الكرة هنا، فرصة هدف أول. 1-0 1-0 لأبناء الحمري، 1-0 لمولودية وهران. يوقعون الأول في مرمى الأول، في مرمى المتصدر، في مرمى الليدر. أبناء الحمري يسجلون 1-0. زبير مطراني ينجح في افتتاح مدونة الأهداف، يأتي بالأسبقية الوهرانية في الدقيقة 9. هدف رائع وجميل، ثنائيات، تبادل كروي، كرة يحطها في الشباك أبناء الحمري. معمر شاوش بحث عن عليان وجد الكرة، قدم الاسيست، ثم الهدف عن طريق زبير مطراني. شوف هنا البري اسيست جاء من شاوش، ثم الاسيست جاء من عليان. وزبير مطراني من دون انتظار بيمناه يحط الكرة في شباك بوحلفاية، يهز شباك المتصدر، يهز شباك الليدر النادي. أول أهداف المباراة وأول أهداف هذا الموسم بألوان مولودية وهران. اختطفها مطراني، هل سيكون في هدف ثاني؟ هل سيكون في هدف ثاني؟ عودة دفاعية، ارتباك. معمر شاوش طلبها عليان، انطلاقة دائما أبناء الحمري في هجمة أخرى، في هجمة جديدة، في محاولة أخرى. عليان يلعبها مباشرة، ولكن التصدي من بوحلفاية. هنا الكرة الأخيرة، عليان بيمناه لعبها في الزاوية، من هناك الموجود فيها الحارس بوحلفاية الذي تدخل بمؤشر نتائج هو في الصاعد مع بداية هذه البطولة. هنا بالحوسيني في محاولة صعبة وخطيرة للنادي الرياضي القسنطيني، ولكن الدفاع وكرة تروح إلى 5 متر و50 يشير إليه حكم المباراة. شوف هنا الانطلاقة، كرة في العمق من واحد من أفضل الممررين هنا طمين، وليس بالحوسيني، لعبها أو حاول وهرانية باقية دائما. عاريبي في انطلاقة، في محاولة إضافة الثاني، عاريبي في المراوغة، ولكن العودة الموفقة. بالحوسيني يتفقد الخيارات، يقرر التسديد، ولكن عاريبي مع بن عمارة البحث عن التوزيعة. تأتي من هناك، عليان عنده الكرة، دائما الخطر، وهرانية التسديدة صعبة قوية، ولكن التدخل من زكريا بوحلفاية يظهر براعته في التصدي للمرة الثانية. عليان بيسرى كاد أن يصل إلى الشباك القسنطينية مجددا. حلفاية يقول لا ولكن بوحلفاية ينقذ مرماه في ثاني مناسبة. تلعب الكرة في القائم القريب، ولكن القرارات مشكوك فيها في الشوط الأول. الأمور صارت على ما يرام في المرحلة الأولى من هذه المباراة. تنطلق مرحلتها الثانية. الكرة لمولودية وهران المتفوق في النتيجة. عليان يلعبها في الصندوق الدفاعي مباشرة. ديب في محاولة للسياسي، عدد كبير من اللاعبين في منطقة مولودية وهران. ديب وكرة لعبت في منطقة الجزاء، هنا صعبة خطيرة، ولكن في وضعية تسلل، يقول حكم المباراة. وضعية تسلل على المدافع باللاول، لاعبو النادي الرياضي القسنطيني. ديب إبراهيم في تنفيذ هذه المخالفة، تنفذ الكرة أرضية، ولكن في متناول سيهدد مرمى شمس الدين رحماني. ديب إبراهيم، كرة قسنطينية، تلعب الكرة، لم تمر ببعيد، ولكن مرت سليمة على مرمى فريق مولودية وهران. بيمناه، ولكن لها أخطأت مرمى شمس الدين رحماني. باقي التفوق، الوضع باق على ما هو. لحظات أخيرة، وهنا حكم المباراة أنس عزرين ينهي هذا الحوار الكروي
بتفوق فريق مولودية وهران بنتيجة 1-0 عبر زبير مطراني. هدف وقعه مطراني في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول.